في فيديو النهاردة إن شاء الله هنعرف الفرق ما بين اللاندنج بيج والهوم بيج، هنعرف كل واحدة فيهم بالتفصيل، وهنعرف أهم الفروقات اللي ما بينهم وإمتى وإيه هي الحالات اللي ممكن نستخدم فيها اللاندنج بيج وإيه الحالات اللي نستخدم فيها الهوم بيج. يلا بينا. عشان نفهم أكتر موضوع الفرق ما بين الهوم بيج واللاندنج بيج لازم نفهم الكونسبت أو المفهوم الأساسي من الموضوع أو التعريف الأساسي للهوم بيج واللاندنج بيج، ان هم عبارة او الفرق ما بينهم يعني ان الهوم بيج دي زي المول، فيها كل المحلات، فيها كل التصنيفات، فيها كل حاجة انت محتاجها وكل اغراضك موجودة في محلات مختلفة جوه المول. اما اللاندنج بيج فهو محل او ستور فرونت بره المول او جوه المول متخصص في بيع شيء معين، وده بالظبط الكونسبت اللي احنا بنسعى ليه، ان الهوم بيج دي بتاعت كله اما اللاندنج بيج دي متخصصة في حاجة معينة. نفهم الأول إيه هي الهوم بيج. الهوم بيج هي واجهة تعريف الناس بالبزنس. لما العميل بيجي هو عايز يعرف إيه البزنس ده، بيبيع في إيه، بخدمته إيه، بيشتغل في إيه. ميزته كمان إن هو بيوجه الزوار دول اللي جايين يتعرفوا بالبزنس لصفحات فيها خدمات مختلفة، يعني صفحات بتبقى على حسب اهتمام العميل اللي جاي يبص على الويب سايت بتاعك. دايما هتلاقيها موجودة على الدومين الرئيسي بتاع الويب سايت اللي هو اسم الويب سايت بتاعك وسلاش، هو ده موجود عليها الهوم بيج. ودايما بتبقى خارج نطاق تحكمك ان الناس اللي بتدخل على الهوم بيج دي دايما بتدخل من، سواء مثلا دخلت من الدايركت او دخلت من الريفرال او دخلت من السوشيال تشانلز، فكل دي خارج نطاق تحكمك، انت ما بتقدرش تحدد مين الزائر او مين العميل اللي المفروض يخش للهوم بيج. يجي على النقيض اللاندنج بيج. اللاندنج بيج صفحة معمولة لهدف واحد، هو أنا عايز أعلي التحويل، عملت حملة إعلانية وعايز أبعت الناس على صفحة تكون متخصصة في هدف واحد، بتبيع خدمة واحدة ليها هدف واحد ومعمولة لجمهور محدد، وما فيهاش أي تنقل كتير. دايما بتشيل منها النافيجيشنز سواء كانت الهيدر أو الفوتر، وهي بتبقى غالبا داخل نطاق تحكمك لأنك أنت اللي بتحدد الجمهور اللي المفروض يوصل لها عن طريق الحملات الإعلانية. تعال نشوف ايه هي اهم الفروق اللي ما بين اللاندنج بيج والهوم بيج. من حيث الهدف، الهوم بيج بتعرض الشركة بتعمل ايه بشكل عام، زي ما قلنا بتفتح اكتر من طريق قدام الزاير. انت مثلا عندك خدمات وعندك اسعار وعندك حلول، كل حاجة منهم المفروض ان انت بتفتح ليها طريق للزائر يخش يتصفح يشوف الموضوع كله بشكل عام، بعد كده يبدأ ان هو يقرر. اما بالنسبة لللاندنج بيج فهو الزائر المفروض داخل لقرار واحد البيزنس طالبه منه، او لهدف واحد البيزنس عايزه منه، اللي هو سواء كان بقى يحجز مكالمة او يطلب الخدمة او يطلب عرض او يشتري. كل المفروض ده المفروض ان هو بيحصل في خطوة واحدة اللي هو الاعلان، وبعد كده اللاندنج بيج. عندنا مثال هنا اللي هو شركة اسمها مالتي بلاير. اللاندنج بيج بتاعتها ليها هدف واحد اللي هو جيت ستارتد، عايز يعمل ليد جنريشن وما عندوش اي نافيجيشنز ولا عنده اي حاجه، هو كل اللي عايزه ان هو حط كل الحاجات اللي بتؤدي للتحويل العالي، سواء كانت سوشيال بروف والهيدنج المعمول بكوبي رايتنج كويس جدا والسب هيدنج والكول تو اكشن، ومعاهم هنا الليد جنريشن. ده بالنسبه لصفحه اللاندنج بيج بتاعتهم. لو جينا بصينا على الهوم بيج بتاعتهم هنلاقيها لا فيها نافيجيشنز، فيها اكتر من طريق للزائر، لو نزلنا عملنا سكرول فيها اكتر من طريق للزائر ان هو يخش ويتصفح البيزنس بشكل عام. لو جينا على تاني فرق اللي هو مصادر الزيارات او الترافيك سورسز، الهوم بيج زي ما احنا عارفين ممكن تجي لها من اي مكان، سواء بقى كانت جوجل او ريفرال او سوشيال ايميل، كل دي اماكن ممكن تجي لها الزوار من خلال الهوم بيج. لكن اللاندنج بيج انا غالبا انا اللي بحدد مين اللي يجي لها، انا اللي بتحكم في الناس اللي داخله لللاندنج بيج، لان انا عارف ان هي هدف واحد والجمهور محدد. فمصادر الزيارات غالبا بتبقى في الهوم بيج عامه، في اللاندنج بيج محدده. زي ما نشوف هنا مثلا موقع كليك اب بتاع السي ار ام وبتاع البروجكت مانجمنت، الهوم بيج بتاعتهم مليانه، فيها نافيجيشن، فيها صوره للابلكيشن، فيها سوشيال بروف، فيها مش عارف ايه، كل الحاجات المهمه جدا لرفع عمليه التحويل. بس غالبا دي زي ما احنا قلنا بتبقى بشكل عام. فلو جينا بصينا على اللاندنج بيج بتاعتهم، لما تيجي تعمل سيرش على جوجل مثلا تكتب مثلا بروجكت مانجمنت تول، هو هنا قرا السيرش انجنز قرت انك انت عايز اداه
تنظيم للمشاريع بتاعتك، فبيظهر لك في اول اعلان مثلا اداة زي كليك اب، فهو انت هنا متوجه، مصدر الزيارة هنا معروف ان هو الاعلان، فهنا انت متوجه لايه؟ لبروجكت مانجمنت. في الصفحة اللي قبلها ما كانش محدد، كان هيومن برودكتيفيتي، لكن في الصفحة اللي بعدها لما انا جيت عملت ريسيرش على بروجكت مانجمنت تكون كويسة، هنا وجه لي هو الصفحة ان انا ممكن ان انا اخد AI باورد بروجكت مانجمنت، فهنا حدد لي انا محتاج ايه بالظبط عشان هو عارف انا جاي منين. لو جينا بعد كده بصينا على اهداف التحويل او الكونفرجنز بتاعه الهوم بيج، زي ما قلنا فيها اكتر من هدف بتخدم كذا مرحله، فبالتالي النسب التحويل بتاعتها او اهداف التحويل بتاعتها انا مبقاش منتظر منها كتير، انا ببقى عاملها زي بروشور، كارت تعريف بالنسبه لي. اما بالنسبه لللاندنج بيج زي ما اتفقنا ليها هدف واحد زي كليك اب، وهنشوف امثله تاني دلوقتي. في الهوم بيج الفرق اللي بعد كده في موضوع عدد الروابط. الهوم بيج زي ما اتفقنا فيها روابط كتير، لان هي فيها المنيو اللي هو الهيدر، وفيها الفوتر، فيها اقسام جوه الصفحة، فيها مقالات، قسم للمقالات. اما اللاندنج بيج دي المفروض بقى انك انت بتقلل زي ما نقول كده مخارج الهروب، مفيش بقى لينكات تودي على صفحات والكلام ده كله، كل اللي انا عايزه ان اليوزر يعمل الاكشن اللي انا طالبه منه من خلال الحملة الاعلانية، لان انا محدده وعارف ان هو المفروض عايز حاجة زي كده زي ما شفنا في الكليك اب. في عندنا هنا برضو إليمنتور، أداة إليمنتور بتاعة الووردبريس. هنا هتلاقي كل السي تي ايز أو كل الكول تو أكشنز هتلاقيها سي بلانز برضو، لو عملت سكرول في الصفحة برضو هتلاقي نفس الكلام سي بلانز، لأن هو عايز هدف واحد بس، إن هو يحول واحد جاي بيدور على ويب سايت بيلدر، لأن أنا عملت ريسيرش أو عملت سيرش في الجوجل بويب سايت بيلدر، فظهر لي دي وما ظهرليش بقى اي حاجه. احنا عارفين ويب سايت المنتور بيبقى مليان نافيجيشنز، مليان حاجات كتيره جدا، فبالتالي بيبقى صعب عليا ان انا اخد قرار. غير كده في اللاندنج بيج، في اللاندنج بيج بيبقى الموضوع اسهل بكتير. زي ما احنا شايفين اهو المنتور ده الهوم بيج بتاعتهم مليانه نافيجيشنز، جيت ستارتد، غير الكول تو اكشن اللي كان باعتني عليه من الجوجل ادز او من الاعلان او من الحمله الاعلانيه. ده برضو لو بصينا دي في الهوم بيج، برضو لما نيجي نعمل سكرول هنلاقي ليرن مور، بوك ديمو، غير اللاندنج بيج برضو زي ما اتفقنا. طريقة كتابة الرسالة اللي هو الكوب رايتنج، احنا طبعا في الهوم بيج الرسالة بتناسب كل الناس زي ما شفنا في كليك اب وشفنا في اليمنتور، هيومن برودكتيفيتي او رسالة عامة بتتوجه لكل المهتمين بالنيتش ده او بالسوفت وير ده. لكن اللاندنج بيج لازم طبعا تكون حاجة مخصصة للجمهور، يكونوا كتبت له في الاعلان بروجكت مانجمنت يخش يشوف بروجكت مانجمنت، ما يخشش على الصفحه الرئيسيه، ودي اللي بيعلي نسبه التحويل. يعني انا دلوقتي عايز ويب سايت بيلدر، ما اخشش اشوف الصفحه الرئيسيه، لا انا اخش اشوف صفحه هتخليني اسجل مباشره في الاداه، فبتوريني الخطط بتاعه الاداه، لان انا خلاص جاهز للشراء، انا عندي نيه الشراء وهو موجهني بنيه الشراء. ده بالنسبة للرسالة. بالنسبة للسي تي اي زي ما شفنا السي تي اي بتبقى أعم في الهوم بيج، بتلاقي ليرن مور، بوك ديمو، كل بقى اللي انت عايزه موجود، كل قسم ليه السي تي اي بتاعه. لكن في اللاندنج بيج عشان احنا بنعتبرها قسم واحد، فالسي تي اي غالبا بيبقى واحد زي ما شفنا في كليك اب وفي اليمنتور. الارشفه اللي هو عشان خاطر موضوع الاس اي او اللي هو الاندكسنج، يعني في الهوم بيج احنا دي اللي بنستهدف بيها اللونج تيرم اس اي او او سيرش انجن اوبتمايزيشن، عشان نبني الثقه لجوجل وللعميل من خلال الهوم بيج. اما اللاندنج بيج المفروض يتعمل لها نو اندكس عشان ما تحصلش مشاكل في الحملات الاعلانيه، بمعنى ان احنا لو عملناها اندكس ممكن حد يخش من الترافيك المجاني، فما بقاش قدرت اقيم البرفورمانس بتاع الحمله الاعلانيه بتاعتي او البرفورمانس بتاع اللاندنج بيج. طب امتى استخدم الهوم بيج؟ استخدم الهوم بيج لما تبدا عايز ان انت تبني ثقه ما بينك وبين العميل، وتعرف الناس بالبراند بتاعك، سواء كان عن طريق السوشيال تشانلز او عن طريق الاس اي او، وبتظهر شويه معلومات عن الشركه. يعني لو انت عايز تظهر شويه معلومات عن الشركه دايما بتلاقيهم موجودين في الفوتر، الكلام ده مش هتلاقيه موجود في اللاندنج بيج. استخدم اللاندنج بيج امتى؟ على العكس، انا بعمل حمله اعلانيه، بعمل عرض، بختبر رساله، بعمل فاليديشن لعرض، بعمل فاليديشن لرساله، بعمل حمله اوفلاين،
ما عنديش وقت وعايز اعمل فاليديت على ايديا معينه في البيزنس بتاعي، فبضطر ان انا اعمل لاندنج بيج مبنيش هوم بيج، لان زي ما اتفقنا الهوم بيج دي عشان اللونج تيرم ريليشن شيب ما بينك وما بين العميل، ما بينك وما بين محركات البحث، عشان تقدر تبني ثقة وتعرف الناس بالبراند بتاعك. لكن انت عايز تعمل حاجة بسيطة تختبر بيها مثلا رسالة، عايز ترافيك يجي لك بشكل او عايز كلاينتس جداد، عايز تختبر عروض خصومات، زي ما اتفقنا اي حاجة خاصة بالشورت تيرم ريليشن شيب دي هتلاقيها موجوده في اللاندنج بيج. فهو ده ال الاساس في الموضوع. اللونج تيرم معانا في الهوم بيج، لان دي الصفحه الاساسيه، دي اللي اي حد يعرف البيزنس بتاعنا هيقول ان هو هيخش على الصفحه دي. لكن اللاندنج بيج دي محدش يعرفها غير اللي انا بحدد ان هم يخشوا عليها عشان عايز اختبر حاجه معينه، عايز كلاينتس يجي لي بشكل مستمر والكلام ده كله. ده كان بالنسبه للفرق ما بين الهوم بيج واللاندنج بيج. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.